قرار بيعقد الوضع المصري، بيضع نفسه فوق القانون وفوق الدولة، بيصنع يعني ديكتاتور جديد، واحنا لن نسمح بهذا. احنا اصحاب شرعيه، نحن ندافع عن الدستور، نحن ندافع عن حقوقنا في المستمده من المواثيق الدوليه، نحن نمنع ديكتاتور من الميلاد الجديد. اما نحن سنقف ضد الديكتاتوريه كما وقفنا ضد الاستبداد خلال العامين الماضيين، او سيقبل البعض بناء ديكتاتوريه جديده واستبداد جديد، وهذا انهاء للثوره المصريه. الشعب ده شعب عنيد ومصر وعارف طريقه، ومش هينفع ابدا انه يتخدع تاني. احنا مصرين على المبادئ الاساسيه، الاربع مبادئ اللي قامت عليها حركه الجماهير، هي دي المبادئ اللي هتتحط في اول الدستور، اللي هم العيش والحريه والعداله الاجتماعيه والكرامه الانسانيه. ايا ما كانت التفسيرات، هي دي الارضيه اللي هنبدا بيها. قرارات مهمة وتأخرت كثيرا، واعتقد ان بداية لتصحيح مسار الثورة ولتحقيق حقوق الشهداء ولتحقيق مطالب الثورة. نازلين نعلن فرحتنا الشديدة جدا بقرارات رئيسنا الدكتور مرسي، ربنا يحفظه يا رب. اعداء الوطن عايزين يهدموا التأسيسية وعايزين يهدموا كل مؤسسة بتتعمل لمصلحة مصر. قرارات السيد رئيس محمد مرسي دي مش ضد الثورة، ولا ده فرعون جديد ولا إله جديد زي هما ما بيقولوا، بالعكس. لكن إذا الرئيس ما أخدش قرارات حاسمة وقرارات رادعة لكل الناس، هنعيش في حالة الفوضى اللي هم عايزيننا نعيش فيها. بعض الصور من